من الأمثلة اللي معروفة عندنا جدا في مصر: اعمل الخير والمير بحر. طب ليه ما نستبدلش المثل ده بالمقولة اللي بتقول اعمل الخير وعمره ما يضيع؟ كان في راجل عايش في قرية، والقرية دي كانت في منطقة صحراوية، والراجل كان عنده بضاعة محتاج انه يبيعها. خد البضاعة بتاعته وقرر انه يروح لسوق المدينة اللي هو تابع ليها، وفعلا راح السوق وعرض البضاعة بتاعته وباعها. فوهو راجع شاف بقرة، والبقرة دي كانت هتنفجر من الحليب اللي جواها. فقرر ان هو يشتري البقرة ويرجع بيها. فلما راح يشتري البقرة افتكر جاره الفقير. جاره ده كان عنده 7 بنات وفقير جدا، وجاره ده ما يمتلكش غير بقرة وكانت ضعيفة جدا. قرر ان هو يشتري البقرة دي ويهديها لجاره، وفعلا اشترى البقرة ورجع بيها للقرية وقدمها هدية لجاره. جاره فرح جدا بالهدية دي وفضل يدعيله. وبعد كام سنة القرية دي مرت بظروف صعبة جدا وما كانش فيها مية. كان لما بيحتاج انه يجيب مية كان بيخرج للصحراء. كان موجود كهف هناك بيروح يجيب منه المية. الكهف ده كان غويط جدا وكان على مسافة كبيرة تحت الأرض، وجوه الكهف كان فيه أنفاق كتير كان ممكن تتوه لو انت مش حافظ الكهف من جوه. وكمان الأرض بتاعته غير مستوية، يعني ممكن تصاب في أي وقت. وكان مليان خفافيش وحشرات وكمان حيوانات سامة ممكن تقتلك بسمها. وفي مرة من المرات والراجل وهو نازل للكهف رجله اتزحلقت، وقع على الأرض، رجله اتكسر. الراجل فضل حوالي 4 أيام موجود في الكهف. أهله لما لقوه إنه اتأخر اعتقدوا إن هو مات. قالوا ممكن تكون حاجة قرصته جوه الكهف، أو حتى تاه في نفق من أنفاقه ومعرفش يرجع تاني. وأهله خافوا إن هم يروحوا عند الكهف ويدوروا عليه. فولاده وهم قاعدين أخوهم الكبير قال: إيه رأيكم نوزع الميراث ما بيننا؟ أكيد أبونا مش هيرجع تاني. كلهم وافقوا على الفكرة دي وقالوا ده أحسن حاجة إن احنا نوزع الميراث بتاعنا. فهم بيوزعوا الميراث أخوهم الصغير قال: أنا في مرة سمعت أبويا وهو بيقول لأمي إن هو أهدى لجارنا البقرة اللي عنده اللي احنا بنحسده عليها. إيه رأيكم نروح ونطلبها من جارنا؟ وفعلا راحوا لجارهم وعرضوا عليه عرض من الاتنين: يا إما ترجع لنا البقرة وتاخد الجمل الصغير ده مقابل البقرة، يا اما هناخد البقرة غصب لان البقرة دي بتاعتنا. فجارهم قال: لما يرجع ابوكم انا هشتكيه. فاولاد الراجل ضحكوا وقالوا: مش هيرجع وريح نفسك، ابونا مات. فالراجل استغرب وقال: ابوكم مات ازاي واحنا ما نعرفش؟ فقالوا له: ده خرج من 4 ايام وراح الكهف علشان يجيب لنا ميه وما رجعش. الراجل قال: انا مستعد اديكم البقرة ومش عاوز الجمل الصغير، بس تعرفوني مكان الكهف فين. وفعلا اداهم البقرة وهم عرفوه مكان الكهف. والراجل طيران على الكهف ده فضل يومين بيدور على الكهف في الصحراء لحد ما قدر انه يوصل. وقدر ان هو يوصل للكهف ونزل تحت جوه في الكهف. وهو بيدور سمع صوت أنين من الألم بتاع راجل، فندى وقال: يا ابو فلان. فرد قال له: انا هنا الحق. فراح فلقى الراجل حالته الصحية متدمرة نهائيا. الجار الفقير قدر ان هو يساعده وخرجه من الكهف. فهم راجعين على القرية الجار الفقير بيسأله ويقول له: انت ازاي قدرت تستحمل المدة دي كلها من غير اكل؟ فقال له: انا كنت عايش على المية اللي موجودة في الكهف، لكن كان في اوقات وانا بشرب المية بحس ان انا بشرب حليب، لكن جاء من حوالي يومين الطعم ده اختفى خالص وما بقتش بحس بطعم الحليب وانا بشرب المية. فحسيت ان خلاص ان انا هموت، وسلمت امري لله وقلت: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فلقيتك انت بتنادي جوه الكهف. فجاره الفقير ضحك وقال له: هو طعم اللبن ده اختفى من كام يوم؟ فقال له: من يومين. قال له: لما ولادك جم خدوا البقرة اللي انت اديتها لي هدية. اللي انا عاوز اقوله لك ان الخير عمره ما بيضيع. بلاش ترمي الخير البحر، ارمي الخير في ملكوت الله. اللي عند ربنا عمره ما بيضيع. سلام عليكم.